السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. النهارده انا جايب لك فيديو مميز جدا هيساعدك تبدا اول خطوه ليك على خمسات بفكره خدمه جديده انا بحثت عليها وشفت ان المنافسه عليها قليله وطريقه عملها سهله جدا جدا جدا. مش ناقص بس غير ان انت تبدا تجربها وتبدا تنشرها على حسابك في خمسات وتبدا بس تعمل لها شويه تسويق علشان ربنا يكرمك ويجي لك اول عميل ليك. والخدمة دي ببساطة هي ان انت بتعمل تحويل للوجو من جودة سيئة او بترفع جودة اللوجو من جودة سيئة لجودة عالية. وهنستخدم في الموضوع ده اداة بسيطة جدا 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 من ادوات الذكاء الاصطناعي والاشتراك فيها مجاني تماما 100%، وطريقة عملها سهلة جدا مش هتاخد منك اكتر من 5 دقايق. فلو مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي علشان بننزل فيديوهات حلوة جدا عن الفريلانس وعن خمسات بالذات، وازاي تنجح على خمسات وتجيب اول عميل ليك على المنصة. ويلا بينا نبدأ. زي ما احنا شايفين يا جماعة واجهة البرنامج سهلة جدا 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 في التعامل. ده برنامج اسمه أبسكيل وده أداة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي والمجانية 100%. البرنامج فيه كذا خطوة صغيرين جدا. أول حاجة بنعملها بنحدد الصورة أو اللوجو اللي احنا محتاجين نعلي الجودة بتاعته، بندوس عليها. بعد كده بنختار الصورة بتاعتنا زي كده. الصورة دي يا جماعة زي ما انتم شايفين مبكسلة وضعيفة الجودة جدا جدا ومساحتها 200 في 200، والمفروض ان البرنامج هيخرجها لنا بجودة 800 في 800 بكسل، وفرق الجودة بيبان كتير جدا. بس لو انت عاوز جودة اكتر من 800 بتعلم على دبل اب سكيل بيخليها لك 3200 3200، ودي جودة رهيبة جدا مقارنة باللي احنا شايفينه قدامنا. فخلينا بس نشيلها عشان البرنامج يبقى خفيف معانا ويطلع لنا الصورة على طول. وخد بالك ان الاوت بوت فولدر البرنامج اللي هيحفظ فيه الصوره دايركت هو معمول على الديفولت بتاعه ان هو يحفظ له في المكان اللي انت خدت منه الصوره. خلينا نبدا وندوس على اب سكيل ونشوف السحر اللي هيحصل. وزي ما احنا شايفين يا جماعه الفرق الكبير جدا 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 بين الاثنين. شايفين يا جماعه فرق الجوده عامل ازاي؟ انا اكني رسمت اللوجو من اول وجديد. خد بالك دي احد الافكار اللي ممكن تحطها على خمسات، ويعني ما ممكن تكتبها ان انت تعمل اعاده رسم للوجو او تعملها زي ما انت عاوز. المهم تعرف العميل ان انت هتنقل له اللوجو بتاعه من جوده سيئه او قليله لجوده عاليه زي كده. خلينا نخرج على الفولدر اللي حفظ فيه الصوره علشان نشوف الفرق بين الاتنين. بصوا يا جماعة الفرق بين الجودتين. البرنامج رهيب جدا جدا جدا، وبصراحة أنا نفسي مستغرب إن برنامج بيقدم الكواليتي والجودة والميزة دي وبشكل مجاني تماما. تقدر تجرب البرنامج طبعا لو حابب تعرف تنزل البرنامج إزاي. البرنامج ليه ويب سايت سهل جدا بتدخله وبتحمله في ثواني. تكتب هنا upscale.org بيفتح معاك بسهولة جدا. بتدوس على داونلود من هنا، بتنزل تحت بتحدد الديفايس او الجهاز بتاعك. اول ما بتقول له على ويندوز بيبدأ ينزل البرنامج على الجهاز بتاعك وبتسطبه عادي جدا جدا. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو ده يا شباب يكون مفيد بالنسبة لك وفعلا يحقق لك الهدف بتاعك في ان انت تقدر تجيب اول عميل على خمسات. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك تنبيه بكل فيديو جديد احنا بننزله. احنا دايما بننزل في قناتنا حاجات تخص الفريلانس وازاي تنجح كفريلانسر وازاي تقدر تجيب اول عميل ليك على منصة خمسات. ومستنيك بعد فترة قليلة تيجي وتكتب لي في التعليقات ان انت نزلت الخدمة دي عندك وقدرت تجيب اول عميل ليها. صدقني هكون مبسوط بحاجة زي كده. بالتوفيق ليك يا صديقي. سلام.